بس كده دي قصة حبنا، وهو وعدني ان شاء الله ان احنا هنتجوز. ما شاء الله. طب هو كلم باباكي اتخطبتوا وقريتوا فاتحة ولا انتوا ايه يعني الحكاية؟ لا هو احنا علاقتنا سوشيال يعني، وبعدين هو عنده 16 سنة. سوشيال 16 سنة؟ هو انتي مفكرة ان اللي بيكلمك شات ده هيتجوزك؟ حبيبتي مفيش راجل او ولد محترم في نيته الجواز بيدخل علاقة بالشات. لو انا كنت ولد وما عنديش دين وما عنديش اخلاق واهلي ما عرفوش يربوني من الاخر، يعني عايزه اتسلى زهقان هخش اكلم واحده اقول لها هاي انتي قمر ممكن نتعرف، واقعد بقى اقول لها في قصائد وجرايد جايبها من جوجل او مخلي تشات جي بي تي يكتبها لي عشان العبيطه تصدق ان انا بحبها وعايزه اتجوزها في الاخر. انا دلوقتي كايمي كبنت استحاله اروح اكلم واحد او واحد يجي مثلا يكلمني واقول ان ده في يوم من الايام هيبقى ابو عيالي. مش واحد داخل يقول لي انتي قمر وانتي جميله قوي، استحاله اتجوزه اصلا. لا يا ايمي اصل اللي معايا ده ولد مختلف مش زي بقيه الولاد. بصي حتى قايل لي بيقول لي انتي البنت اللي انا عايزه اتجوزها وانتي البنت اللي انا بحبها ومستحيل اسيبها. هتزعلي مني لو قلت لك ان هو كذاب؟ هتقولي لي طب يا ايمي اعمل ايه دلوقتي، انا بحبه خالص وما اقدرش ابعد عنه. يعني خلاص براحتك ما تبعديش عنه، بس خليكي عارفه ان انتي هتضيعي سنين عمرك معاه وفي الاخر هو برضو هيشوفك انسانه رخيصه ومش هيتجوزك. انتي بقى قدام الامر الواقع، انا زهقت من العلاقه دي، يا تيجي تخطبني يا مفيش اي علاقه تاني. طب احنا لسه صغيرين، هخطبك ازاي واحنا لسه صغيرين؟ خلاص اديك قلتها بنفسك احنا لسه صغيرين، ما ترخصيش من نفسك. السلام عليكم.